خبر عاجل: هيرفي رونار يوجه رسالة مفاجئة إلى فوز القجع عن المنتخب المغربي. لا يختلفان اثنان على كوزن المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، يمتلك نجوما عالميين ينقصهم مدرب يعرف كيف يوظفهم، وهو الطرح الذي ذهب إليه المدرب السابق للأسود هيرفي رونارد المدرب الفني السابق لمنتخب المغرب. قال بالحرف في تصريحات صحفية: ما زالت أصمم أن المجموعة الحالية للمنتخب المغربي تملك فرصة ذهبية للفوز بكأس العالم، لأن المغرب حاليا بالنسبة لا يملك لاعبين لا يقلون أهمية عن نجوم العالم. وأضاف رينارد قائلا: انظروا، المغرب تملك دياز لاعب مهم في ريال مدريد، وتملك حكيمي، وتملك أمرابط، وتملك زياش والنصيري، وتملك أسماء كثيرة، وتملك بونو والحارس العملاق. وبشكل عفوي قال: الإطار الفرنسي، لذلك إذ كنت موجودا بهذه المجموعة سيكون هدفي الأساسي هو الفوز بكأس العالم. وعن إمكانية عودته لتدريب المنتخب المغربي رد قائلا: ولم لا أتمنى الرجوع للمغرب مرة أخرى إذ سمحت لي الفرصة. أحببت هذا الشعب وأحببت هذا المنتخب الذي أتابعه دائما حتى الآن. حري بالذكر أن مردودية المنتخب المغربي تراجعت بشكل مهول منذ مونديال قطر، ويتفق الجميع على أن المنتخب يعاني بشكل أساسي من العقم الهجومي رغم توفره على لاعبين بصموا على موسم رائع مع أنديتهم، وجلهم توج هدفا لفريقه وفي بطولات قارية، إلى أن مردوديتهم داخل كتيبة الأسود تراجعت بشكل مهول، وذلك بسبب سوء توظيفهم داخل رقعة الملعب. كما أن جل المتتبعين الرياضيين من محللين وخبراء يرون أن وليد الركراكي يعتمد على خطة وحيدة ومقروءة من قبل منافسيه، مما ينعكس سلبا على مردودية ونتائج المنتخب، حتى أنه يجد صعوبة في التغلب على أضعف منتخبات إفريقيا، بل ينهزم في الرسميات بشكل غير مقبول كما حدث في كأس إفريقيا للأمم، وخرج على يد منتخب جنوب إفريقيا الذي نافس على البطولة بلاعبين محليين. فهل ستتدخل جامعة القجع قبل فوات الأوان وتغيير العارضة الفنية للأسود؟